سلام الله عليكم أحبائي الكرام. إشراق كتحييكم أيها الأسود. بعد افتتاح أمريكا القنصلية لها في مدينة الدخلة بصحرائنا الحبيبة والعزيزة على قلوبنا، غادي نعطيو تحليل مبسط لهذا الحدث. وبالمناسبة هذا الحدث راه غادي يقتل النظام الجزائري، وكنتمنى باش الشياطة المبرمجة عقولهم على المغرب يفيقوا شويه من القلبة ويعرفوا باللي نظامهم هو أكبر عدو للجزائر والجزائريين. ندخلوا للموضوع ونبداو بالتساؤلات. ما هي الرسائل لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصحراء المغربية؟ والجواب هو إعطاء محتوى مادي وملموس للإعلان المشترك كالذي تم المصادقة عليه في الشهر المنصرم، حينما الإدارة الأمريكية أعلنت عن نيتها لفتح أو افتتاح قنصلية في مدينة الدخلة. يعني أن أمريكا انطلقت من الشفوي إلى التطبيق، وذلك بافتتاح قنصلية بمدينة الدخلة على أساس أن تكون باب أو نافذة لتعزيز التبادل التجاري مع المغرب وأيضا دعم الاستثمار. وكان أعتقد بلي الرسالة الثانية هي مفهوم استمرارية المرفق العام إن صح التعبير، كيفما كان لون سياسي للرئيس الذي سيقود الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو بكل بساطة أن هذا الاتفاق بين المغرب وأمريكا غادي يبقى مستمر وخا يتغير رئيس الولايات المتحدة. هذا تأكيد على مفهوم الاستمرارية، وأن مشروع من هذا القبيل ينخرط في إطار تصور استراتيجي للإدارة الأمريكية. كان أعتقد أيضا أنه فقط بدأ مع ولاية ترامب، ولكن يجد مصدره من خلال تراكمات كثيرة جدا، ومن بين هذه التراكمات نتحدث عن اتفاق التبادل الحر، وكذلك نتحدث على أن المغرب مركز الشريك الاستراتيجي خارج منظمة الناتو إلى آخره من الاتفاقيات القديمة. تصوري أن هذا التدشين له أبعاد استراتيجية وأيضا جيوستراتيجية، وهذا التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العلوية الشريفة كيطرح تساؤل مهم: ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من المغرب؟ وماذا يريد المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية؟ وبالدارجة شنو بغات أمريكا من المغرب وشنو بغى المغرب من أمريكا؟ جوابا على هذا السؤال كيبان ليا بلي راه البلدين بجوج، أي أمريكا والمغرب، لهم تجربة فيما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. داك الشيء علاش كنشوفوا بلي ديفيد شينكر مكلف بهذه المنطقة كمساعد لكاتب الدولة في الشؤون الخارجية. إيوا المهم اللي بغات أمريكا في ظل هذه الظروف اللي كتمر منها المنطقة هو يكون لها التموقع في القارة الإفريقية بالدرجة الأولى، وهذا النموذج راه بدا في التسعينات في عهد بن كلينتون، ولكن اليوم راه عنده أبعاد أخرى. أما المغرب بشكل واضح فراه غادي يستفد من جلب استثمارات أمريكية إلى الصحراء، واللي بدات بمبلغ 3 ملايير تاع الدولار، بالإضافة لثقل الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي كقوة عالمية، وفتحها لقنصلية في الداخلة غادي يشجع مجموعة كبيرة من الدول باش يفتحوا قنصليات لهم في أقاليم من الجنوبية العزيزة، وتدفق عدد كبير من الاستثمارات. خلاصة القول، المغرب راه غادي بخطى ثابته نحو الازدهار والتقدم، وان شاء الله في الايام المقبله غادي تجي دول وازنه عالميا وتفتح لها قنصليات في الصحراء، ويجيو معهم استثمارات اللي غادي تغير جنوب المغرب. والاشاره فقط ان المغرب راه كان خدام من قبل كيوجد مثل هذه الايام، وذلك بتشييده لطريق سيار تيزنيت الداخله وميناء الداخله الاطلسي، بالاضافه الى تي جي في اللي غادي يربط الدار البيضاء بمراكش ومراكش باكادير، وان شاء الله اكادير بالداخله. مشاريع واعده ان شاء الله كتنتظر بلادنا بالقياده الرشيده لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. المغاربه خدامين على بلادهم الحمد لله. وجرت السوء الجزائر بطبيعه الحال لا زالت مستمره في تكريس عقدتها المغربيه ومحاولتها التشويش على النجاحات التي تحققها بلادنا على جميع الأصعدة. وأنا أقول من هذا المنبر أنكم والله ثم والله تسيرون نحو الهاوية بمعاكستكم للمغرب. المغرب منذ القديم واجه تحديات صعبة وخرج منها منتصر. نحن دولة أمة
ستسترجع أمجادها رغما عنكم. من الأحسن لكم أن تشتغلوا في حل مشاكلكم قبل أن تضربكم المجاعة، فأموال الجزائر أولى بها الشعب الجزائري، ماشي يضيعوا أموالهم في معاكسة المغرب عن طريق تقديم رشوة لبعض الدول أو تمويل قنوات معادية للمغرب والكثير من الأشياء الغبية اللي كيدير النظام الفاشل الجزائري. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أن هذه الحلقة تنال الإعجاب ديالكم. إلى اللقاء، دمتم بألف خير، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.